في حاجة مهمة عايز أتكلم عنها النهاردة بخصوص خطوط النبل. دايما في فصل الصيف في شهر 7 وشهر 8 معاك لحد شهر 9 الرطوبة بتكون عالية في الجو. فإذا حضرتك ما خدتش بالك من ارتفاع خط المية داخل العنبر مع رطوبة الجو الزايدة دي، بتبص تلاقي حضرتك تحت خطوط المية معجنة. تلاقي إن تحت خطوط المية رطوبة عالية جدا. طبعا جاية من مصدرين، من الهواء الخارجي ومن ارتفاع الخط. طول ما ارتفاع خط المية مش مناسب، يعني واطي شويه، ده بيسبب لك هدر في الميه، وبتلاقي دايما تحت خط الميه في ميه كتير على الفرشه ورطوبه زايده. وعلى اخر الدوره هتبص هتلاقي العمليه خلاص الدنيا عادت معجنه. لازم في فصل الدورتين اللي جايين دول يوميا اخد بالي من ارتفاع الخط يكون مناسب مع ارتفاع الكتكوت. يوميا كل يوم ادخل كده اشوف اشيك على ارتفاع الخطوط. اللي بيحصل ان الكتاكيت عشان تشرب من خط الميه بتضرب منقارها في النبل، فبيسقط او بتسقط المياه بفعل الجاذبيه داخل امعاء الطائر. بفعل الجاذبيه، مفيش مثلا شفايف زي الانسان، ولا في مثلا يعني عمليه البلع دي مش موجوده عند الكتاكيت. هو بيضرب بوزه في النبل وبالجاذبيه الميه بتنزل. فلو ارتفاع خط النبل لو ارتفاع خط النبل واطي شويه، الكتكوت بيضطر انه ينزل كده براسه لتحت، فيقوم يضرب بالمنقار في النبل. فكميه الميه يعني ممكن 10 20% بس اللي بينزلوا جوه بقه ويرجع يشربهم، اما باقي الميه كلها بيحصل زي هدر وبتنزل على الفرشه، تعمل لك على مدار الدوره، مش عايز اقول معجنه فعلا يعني. بتكون حاجه في منتهى الضرر للفرشه، وطبعا ده بيعود على الفراخ بامراض بقى الكوكسيديا والكوليستريديا والبي جريد اللي في المجزر، والقرح اللي بتكون في جلد الفراخ، ويعني وممكن ستاف عمليه، يعني بكتيريا كتير، كل البكتيريا ممكن تتكاثر بسبب الفرشه. فانت في غنى عن كل ده بنظرة واحدة بس، نظرتك يوميا وانت داخل العنبر كده ارتفاع خط النبل دايما يكون مناسب. طبعا ما انساش اقول ضغط المية. طبعا انت يعني ضغط المية ده المفروض برضه في الاسبوع الاول لازم تاخد بالك يكون قليل شوية، كل اسبوع بتزوده شوية كده الضغط، في سبيل ان انت على اخر اسبوع يكون الضغط مرتفع. حبيت بس اوضح لحضراتكم المعلومة دي على السريع، علشان لازم ناخد بالنا دايما ان كل ما هتدي للفراخ من معطيات او من اهتمام هتديك نتيجة كويسة. يعني زي ما احنا عارفين ربنا خلق الكون بالأسباب، فكل ما هتاخد بالأسباب على بعد 600 متر الاتجاه نحو المخرج إلى اليمين. كل ما هناخد بالأسباب ونعمل اللي علينا أكيد يعني ربنا هيكون موفقنا والحظ هيكون معانا على مدار السنة إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لفكرتنا، ويا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة على الله بعد وبركاته. 400 متر عند الدورة